دور ال 16 اللي انت اتفرجت عليه ده ما يجيش حاجه في دور الثمانيه ودور الاربعه وقبل النهائي والنهائي خالص. كل اللي حصل من بطوله ومن ماتشات جامده جدا جدا جدا، خليني اقول لك ان احنا يا اسطى دور الثمانيه هيبقى احلى وامتع بكتير. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا هنتكلم في الكوره. النهارده هنتكلم عن دور ال 16 وماتشات دور ال 16 اللي كانت قويه جدا، وجاي اكلمك على ماتش مصر والكوت ديفوار. الماتش ده مهم قوي. يعني مش عارف هل الناس في منتخب مصر، هل حسام حسن مدرك حجم الماتش ده ولا لا. بس قبل ما اتكلم وقبل ما اقول لك ايه اللي هيحصل، قبل ما اقول لك يوم السبت التشكيل هيبقى عامل ازاي، خليني كده ارجع معاك بالزمن لورا. اولا احنا كمنتخب مصر مش هقول لك كعبنا عالي على منتخبات جنوب افريقيا ونيجيريا والحاجات دي وغانا والكلام ده كله في افريقيا، لان ما بقاش فيه اصلا فروق في المستويات. احنا كلنا يا اسطى بقينا واحد، يعني البطوله كلها بقت واحد، المنتخبات ولا ايه كلها بقت واحد. بس خليني كده اقول لك على حاجه مهمه جدا جدا. ماتش مصر والجنين اللي فات تقريبا ده اسوأ ماتش في البطوله للمنتخب تقريبا. يعني ليه؟ انت بتعادل مع بنين لحد اخر ربع ساعه في الماتش، وده اللي احنا قلناه في الحلقه اللي فاتت في حلقه دور ال 16. لا هسيبها لك كده في الديسكريبشن تحت تبص عليها. احنا قلنا ان انت المنتخبات الصغيره اللي زي ديت لو دخلتها في الجيم هتتعبك، وده اللي حصل على فكره. يعني المنتخب ده اتعادل معاك وكان ممكن يكسب عادي جدا. مفيش اي اثباتات تقول لك والله لا المنتخب ده مش هيكسب. لا، ممكن ما يكسبش. ليه ممكن ما يكسبش؟ ما هو بيلعب كوره زيه زيك وعادي جدا. انت عندك اخطاء وعنده اخطاء. طيب بس خليني كده اكلمك شويه في شويه ماتشات في دور ال 16 اتلعبت، وخليني اقول لك المنتخبات اللي اتاهلت مين اللي هيطلع ومين اللي هيكسب ومين اللي ممكن يودعنا بدري بدري في البطوله. بس قبل ما اقول لك ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان نقدر احنا نكمل مع بعض. اولا هبدا بماتش مصر والكوت ديفوار. ماتش مصر والكوت ديفوار صعب جدا. منتخب كوت ديفوار قوي فوق ما انت تتخيل كمشاهد. هتيجي تقول لي ما احنا كعبنا عالي عليه، هقول لك الكلام ده كان زمان ايام ما كنت انت منتخب مصر المرعب. بس انت حاليا مش مرعب يا اسطى مبدئيا. بس انت حاليا منتخب مصر عادي جدا. منتخب كوت ديفوار امبارح كان بيلعب مع بوركينا فاسو، وشفنا تحولات هجوميه وشفنا ماتش يعني روعه. شفنا الواد الوينج الشمال اللي هو هيلعب على محمد هاني ده، ربنا يكون في عونه. اماد بتاع مانشستر سيتي احمد فتوح، ربنا يكون في عون احمد فتوح بصراحه. يعني مش هنهزر يا جماعه. كيسيه ايا كان بقى، فوفانا ايا كان مين اللعيبه اللي هتلعب في الماتش، يعني لان انا مش حافظ اسمائهم كلهم بقى. فالمنتخب قوي، منتخب تخاف منه، منتخب تعمل له حساب، منتخب لازم تبقى دارس كل حاجه فيه. كل معلومه وكل ثغره في المنتخب ده انت لازم كمنتخب مصر وكحسام حسن تبقى دارسها عشان تلعب عليها. لازم في لعيبه لازم تلعب الماتش ده، والله ما ينفعش نكابر خالص. مصطفى محمد لازم يلعب، مرموش لازم يبدا على الشمال، محمد صلاح زي ما هو. هتلعب ب2-6 ما تلعبش ب1-6. مروان عطيه لو لعب لوحده انت هتتبهدل. تريزيجيه ما يلعبش الماتش ده. وهقول لك التشكيل على فكره، يعني استنى معايا هتلاقي التشكيل بقوله لك. فانت بالتالي لازم لعيبه، ولازم تخلي بالك من المنتخب. دور الثمانيه في ماتشات صعبه، في ماتشات رخمه، في ماتشات انت ما تتمناش ان انت تشوفها. يعني مالي والسنغال مثلا، مصر طبعا وكوت ديفوار، المغرب والكاميرون. احنا كده ماشيين ستيب باي ستيب. الجزائر ونيجيريا. يعني انت فاهم، يعني انت بتتكلم في الجزائر ونيجيريا ده فاينل. كل الماتشات اللي بتتلعب في دور الثمانيه دي فاينالات، يعني انت بتلعب نهائيات يا اسطى. تعالى هقول لك مشكله منتخب مصر بمنتهى البساطه. مشكله منتخب مصر بتتلخص في ان كابتن حسام حسن مع احترامي الكامل واحترامي الشديد ليه هو ما بيعرفش يقرا الماتش. يعني ايه ما بيعرفش يقرا ماتش؟ يعني انت وانت واقف على الخط كده ما بيبقاش عندك القدره ان انت تشوف مشاكل فريقك فين وتصلحها، ومشاكل المنتخب التاني اللي بيلعبك ايه فتلعب على المشاكل اللي عنده. انت ما بتعرفش تقرا ماتش وانت واقف على الخط. دي مشكله حسام حسن. مشكله حسام حسن ان هو بيعند، والعناد هيخسرك في الماتش ده. مفيش عناد، خلاص انت دخلت في الجد. مفيش. عارف انت كده لما بقول لك كده دخلت الخناقه،
مش هتنفع ترجع، يا غالب يا مغلوب في الخناقات، يا غالب يا مغلوب، ده اللي الواحد، لكن هترجع مفيش رجوع خلاص يا صاحبي. مشكله حسام حسن ان هو واقف على الخط، هو بيزعق بس، بيحمس بس، يعني هو مش واقف مثلا هادي فبيوجه اللعيبه، لا انت بتزعق وبتوتر اللعيبه دي، انت كده مش مدرب قوي، انت كده مش بتورينا ان احنا يا اسطى انت مدرب شخصيه، مفيش حاجه بيعمل كده خلاص، مفيش مدرب بيقف بيعمل كده، الا لو انت بتدرب نادي مثلا زي بتاع بيراميدز، ده لازم ان هو يحمس لعيبه لان هو ما عندهوش مشجعين، لكن انت معاك جمهور اللي انت خسرته. خليني كده اجي لك في الاخر كده هكلمك في حته جمهور المغرب اللي احنا كمنتخب مصر خسرناه، بدليل ان احد لاعبي منتخب مصر طلع قال احنا هنشيل تذاكر ونوزعها على جمهور المغرب، وهقول لك ده ليه. تمام؟ فبالتالي انت كمدير فني ما بتعرفش تقرا ملعب، ما بتعرفش تقرا ماتش، عندك مشاكل في الحته ديت، فلازم تصلحها، لازم تطور من نفسك، وخلاص انت مش هتطور من نفسك دلوقتي. اتمنى التشكيل يكون كالتالي، مش عارف هو مكتوب علينا بس يعني الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم الراجل، ياسر ابراهيم الراجل، رامي ربيعه برضه مكتوب علينا، واحمد فتوح. هيلعب حمدي فتحي، مروان عطيه، تريزيجيه، ولازم الثلاثه اللي قدام، يعني اتمنى ان اللي هيتلعب قدام، اتمنى مصطفى محمد، صلاح، مرموش. ما نفتيش، ما تهريش، ما تلعبش ناس مش في مراكزها، ما تدورش على اللقطه وان انت صاحب الفكره ديت، عشان ده مش هيكسبك حاجه، ده هيخسرك. العب، اعرف امكانيات منتخبك ايه والعب بيها. منتخب كوت ديفوار منتخب قوي، مش منتخب اللي انت تسيب له الكوره في اخر تلت فتستنى تلعب على ردة الفعل، لا لازم تنزل بشخصيتك لو سمحت، ما تفتيش في التشكيل، ما تفتيش في التشكيل. طيب بالنسبه لجمهور المغرب اللي احنا خسرناه هناك، واللي كان في منهم جزء بيشجع منتخب بنين، الاعلام هنا والسوشيال ميديا تعاملوا مع موضوع تشجيع المغرب لمنتخب مصر، او خلينا كده اوضح لك الصوره، ان ناس هنا على السوشيال ميديا او ناس في السوشيال ميديا بشكل عام اعترضوا على ان ازاي المنتخب اللي كان بيلعب المغرب ما اتحسبلوش ضربه جزاء. فالناس شافت في المغرب انتوا ازاي ان انتوا بتعملوا كده، تمام؟ وكسوشيال ميديا بالمناسبه وكاعلام رياضي طلع اعترض، الناس اتكلمت ان المنتخب اللي كان بيلعب المغرب، انا مش فاكر المنتخب ايه هفتكره وانا بتكلم معاكم، ليه ضربه جزاء، تنزانيا. فالناس في المغرب انتوا ازاي ان احنا بنشجعكم وده بيكون ردة الفعل لينا. فالناس جم مشكورين يعني شجعوا بنين، الناس دخلوا الملعب وشجعوا بنين. اللي بعد ماتش اصلا ماتشنا احنا مع بنين، احمد زيزو طلع وقال منتخب المغرب هو الناس فين، ما الناس ما بتشجعناش ليه، ده هو اللي طلع قال الكلام ده يا جدعان مش انا. معنى ده ايه؟ معنى ده ان انت اللي حصل ده غلط، يعني ما هو زيزو قال احنا هنشتري التذاكر، فده غلط، لان انت خسرت حاجه زي كده، خسرت جمهور كان بيشجعك، كان بيقفل الملعب، ما احنا شفنا في دور المجموعات. لكن انت كاعلام او انت كسوشيال ميديا تطلع تقول ازاي المنتخب المغرب ما اتحسبش عليه ضربه جزاء انت مالك؟ مش بتاعتك، يعني دي مش بتاعتك اصلا، انت خليك في اللي انت فيه، ركز في اللي انت فيه وسيب سيب الباقي، ده مش بتاعك. بدليل برضو ان حسام حسن بعد الماتش فضل يروح للجمهور المغربي المتواجد في الملعب وفضل يشجعهم ويحزق لهم ويقول لهم انا وانا وانا والقصه والحكايه والروايه. ومنتخب مصر يا عم ماشي، احنا عارفين كل ده، الناس جايه بتشجعك وانت محتاج ده، انت محتاج ده، رايح تخسره باعبط الاشياء، باعبط الاشياء بس. فاتمنى الناس تبقى فاهمه، هي يا جماعه الناس المغاربه فكر المغرب غير فكرنا، ثقافه المغرب غير ثقافتنا، الناس يا ريت تفهم ده. المغرب بيحبونا، شعب المغرب بيحب مصر، فما تكرهوش الناس فينا، ما تكرهوش الناس فينا بس. شكرا جدا ليك، ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب. ان شاء الله نطلع قبل الماتش برضو كده نتكلم مع بعض عن التشكيل، ونتكلم مع بعض عن نقط القوه ونقط الضعف بالنسبه للمنتخبات. هسيب لك لينك الحلقه اللي فاتت في الديسكريبشن اتفرج عليها،
هتعجبك ان شاء الله باذن الله. يعني كان معاكم اخوكم عبد الرحمن، شكرا جدا ليك، وانا اسف جدا 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 لو كان في اي اطاله.